جميع البرامج وجميع المحللين طالعين في البرامج ان الزمالك هيكسب بيراميدز. قبل كده ما كانش بيحصل الكلام ده. كان اللي بيتكلم بيراميدز سكواد قوي وفريق جامد ولا هيكسب الزمالك والكلام ده، فكان بيدي دافع للعيبه. المشكله دلوقتي ان ان الواحد قلقان من الكلام ده مع انه كان بيبقى حافز. بس انت جاي دلوقتي بتقول لي انت هتفوز تكسب بسهوله. الكلام ده يا ريت اللعيبه ما تفكرش بالله عليك ان انت تتخاذل او تتكاسل في المباراه او تضمن المباراه. ما فيش مباراه مضمونه، خصوصا ان انت راح تلعب سكواد قوي في 3 4 لعيبه مش هيلعبوا. بس ما تنساش ان سكواد بيراميدز سكواد قوي جدا. ان شاء الله اللعيبه تبقى رجاله. احنا يا جماعه والله في طريقنا لنعمل انجاز تاريخي لنادي الزمالك، انجاز ان احنا هنتباهى بيه طول عمرنا، يعني هتتذكر. حتى انت كلاعب لما تيجي تبطل كوره، لما تيجي تقول اقوى بطوله ايه، هتقول بطوله الدوري سنه 25 26، بطوله الكونفدراليه سنه 25 26. حققنا بطولتين، ده الدوري وبطوله الكونفدراليه في اصعب ظروف مرت في تاريخ نادي الزمالك. تخيل انت لما تبقى لاعب واعتزلت وطالع في برنامج تتكلم، تلاقي الجمهور اللي حتى اللي ما شافكش لما يسمع انجاز زي ده يقول ياه، ايه ده انتوا حققتوا كده فعلا. فيقدر بالتالي يبص لك بصه او نظره ان فعلا ان التيم ده كان مظلوم وتيم تقيل وتيم قوي. الزمالك لحد دلوقتي ما حققش اي انجاز وما حققش اي حاجه. انت ما خدتش دوري ولا خدت اي بطوله، بس انت ماشي في الطريق الصحيح دلوقتي. لحد دلوقتي انت ماشي في الطريق الصح انك تاخد بطوله دوري. بفضل الله انت وصلت نهائي كونفدراليه. فاتمنى ان شاء الله ان اللعيبه ما تسمعش الكلام الناس اللي هي بيطمعك ويحسسك ان انت عملت حاجه، انت لسه ما حققتش حاجه. لما كنا يعني في لعيبه قديمه بيتكلموا ان لعيبه الزمالك مش قويه، الزمالك مش هيحقق حاجه، كنتوا تيجوا تعملوا العكس وتكسبوا وتحققوا بطوله. انا خايف دلوقتي، هم عاملين دلوقتي بيتكلموا ان انت هتكسبوا. انا خايف ان ده يطمعك. كان الاول كلامهم بيديك حافز، كلامه دلوقتي يعني ان شاء الله لعيبه الزمالك مالهاش دعوه بالكلام ده. تبقى كارثه جدا لو لعيبه الزمالك خدت ان اللعيبه ان المحللين دول واثقين فيكم ان انتوا فايزين على ماتش بيراميدز. لا، بيراميدز مش قليل، بيراميدز قوي، سكواد قوي جدا. عندك دكه الاهلي عندها البدلاء الكفء للفريق الاول للي في الملعب. عندك برضه بيراميدز عنده البديل الكفء للي في الملعب. انت اللي ما عندكش بديل كفء. انت بيزيرا لو اتصاب بتحس ان انت ناقصك الفريق كله. عبد الله لو اتصاب هتحس ان ناقصك الفريق كله. ما عندكش البدنه. فبالتالي لعيبه الزمالك ان شاء الله لازم، ولازم ان انت يعني ماتش بيراميدز زي ما تقولش ايه احنا كعبنا عالي. مفيش حاجه اسمها كعبنا عالي. الكوره ما بتعترفش بالتاريخ، بتعترف باللي بيلعبوا في الملعب دلوقتي حالا. المستطيل الاخضر هيجمعني ما بينه وبينك. فان شاء الله اتمنى ان لعيبه الزمالك تركز انها تفوز، لانك انت لو فزت يعني ان شاء الله هنقدم خطوه كبيره جدا للحصول على بطوله الدوري. وربنا معانا ان شاء الله ونحقق دوري وكونفدراليه ان شاء الله.